لو انت واحد عندك هوايه بس بقالك كتير قوي ما مارستهاش، فانا متاكد بنسبه 100% ان الفيديو ده هيفيدك، فكمل للاخر. اللي متابعيني هنا عارفين ان انا كنت برسم قبل كده وكنت رسام، بس انا بقالي كتير قوي ما رسمتش. فانا علشان ارسم تاني عملت ايه؟ كنت في تيم رسم قبل كده، فانا بعت الليدر التيم وقلت له ان احنا عايزين بقى ان احنا نرسم من تاني ونعمل زي فعاليه في التيم كله ان احنا نرسم سوا. فقال تمام ماشي مفيش مشاكل، وبالفعل حددت الكلام ده كله وبدانا ان احنا نحدد الصوره، والحمد لله قررنا الصوره اللي احنا نرسمها هي دي. بالمناسبه لو حد حابب يرسم معايا او ايا كان، حطيت لنفسي زقه. الخطوه الثانيه ان انا دلوقتي كان ناقصني شويه ادوات، هي دي اللي عماله تشخلل من الصبح. فنزلت المكتبه، وعايز اقول لك الموضوع ده قد ايه هيفرق قوي 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 معاك في موضوع تجديد هوايتك ده، او انك ترجع لهوايتك دي تاني. يا جماعة الموضوع بجد فاجر، يعني جرب كده احساس انك بتحب حاجة وترجع للحاجات اللي انت بتحبها، فاهم؟ يعني مثلا انا دلوقتي واحد بيحب الرسم، انا يا جماعة لما اشوف منظر زي ده كده بحس ان انا فاهم خلاص، يعني الرسمة هتخرج من هنا، الرسمة هتخرج من هنا كده، عايز ارسم، فاهمني؟ فعايزك تطبق الاتنين دول بالظبط. اول حاجة انك تخش في المجتمع بتاع الهواية بتاعتك. لو انت رسام خش جروبات رسم زي حالاتي واعمل فعاليات وظبط دنيتك يا معلم وارسم. انت مثلا يعني واحد بيقرأ كتب، خش جروبات القراءة، في ناس هناك بيقرأوا كتب او عاملين فعالية ان احنا هنخلص الكتاب ده في زمن كذا، اعمل انت كمان زيهم وهات الكتاب ده واقرأه. تاني حاجة انك تنزل المكان اللي فيه الهواية بتاعتك، صدقني اعمل النقطتين دول هتحس ان انت هتعوز تمارس هوايتك دي من دلوقتي مش من بكره. ما تهملوش يا جماعه موضوع الهوايه ده، علشان صدقوني والله يعني بيغير حياه وبيعدل الوقت وبيظبط المزاج. في ناس كتير قوي ما تعرفش حتى هواياتها ايه، فانت ربنا كرمك وعرفك ايه هوايتك ومارستها اوريدي، فارجع لها ما تهملهاش. وانا بقول الكلام ده لنفسي على فكره قبلكم، ادعوا لي نستمر على الهوايه بتاعتنا. بالنسبه بقى يا جماعه الناس اللي ما تعرفش ايه هي الهوايه بتاعتها، انا يعني اوريدي برضو بحاول اخصص فيديو للموضوع ده، ان احنا نمشي على ستيبات كده، نمشي على خطوات ازاي نعرف بيها الهوايه بتاعتنا. فترقبوا الفيديو ده. كان معاك محمد ذكري، عايز يفيد المجتمع بتاعه ويتطور بيه. فسلام.